اه اه يا رجلي، يا بنات، يا شمس، يا سعاد. نادي علينا ليه؟ في ايه؟ والنبي يا بنتي ما تجيبي لي المرهم ودعكي لي رجليا، وانت يا شمس هاتي لي حله سخنه كده احط رجلي فيها. ليه يا اختي؟ هو حد قال لك علينا احنا ممرضين؟ ايه يا سوس؟ ايه يا شموس؟ اتفرجي عليه قلبي. هي حاجه كده اللي هو بضيع وقتي. امال اخوك احمد فين؟ انا سامعاه بيتكلم في التليفون. التليفون ممكن مش يكون بيكلم بتوع صحاب الشغل ولا حاجه. ممكن. وانا اسيب التليفون انت تمسكي التليفون؟ اهو. صباح الخير. اخت صباح العسل. عاملين ايه؟ الحمد لله في قومي اعملي له نعمه. فطار بقى. حاضر. استني بس قبل الفطار وقبل اي حاجه، ايه خير؟ عايز افتح معاكم موضوع. خير. بصوا بقى، انا قررت اتجوز. زغرات يا بنتي يا شمس. يا اخويا هيتجوز الحمد لله. بقالنا كتير ما فرحناش. مين بقى؟ ام اسلام جارتنا. صوتي يا شمس. يا لهوي يخرب بيتك. ليه؟ مسلم مين؟ انت مش عارف الست الكبيره؟ يخرب بيتك. اسمعي بس منك ليها. اسمع ايه؟ انت مش عارف الفرق اللي السن اللي بينك وبينها؟ يا بنتي عارف، اسمعي. مفيش اسمعني. مخك، دماغك دي ناشفه. اسمعي الاول وافهمي. ام اسلام دي ست كبيره. احنا طب ما عارفين. احنا عارفين دي المشكله. عندها الضغط والسكر وست كبيره في السن، يعني كلها شهرين ثلاثه. رايح لها بمرض ولا اسمعي ايه؟ الاول. اسمعنا. كلها شهرين ثلاثة أربعة بالكتير وتموت. لا لا. والقرشين اللي معاها هيبقوا بتوع، واخد الشقة هو انت كمان. دخلت في علم الغيب انها يا هتعرف انها بنتي هتموت ولا مش اسمعي، هتموت؟ انت كمان انت هتعملي زي اختك. الاعمار بيد الله يا احمد، بلاش السكه دي. والقرشين دولت هقدر اجهزك يا بت منك ليها انت وهي، بدل ما انتوا قاعدين في قرابيزي يا كده. اخويا لو على الجهاز احنا مش عايزين نتجوز، احنا قاعدين على قلبك مش اوعي على يا ستي انا هدخل. بقول لك ايه، طلع الموضوع ده من دماغك. بلاش يا احمد. انت عايز تقعدي في قرابيزي كده يا سعاد؟ احمد بلاش الكلام ده. ست دي كبيره، ما تعرف انت بتقول شهر 2 3 وتتوفى، انت مش عالم في علم الغيب حاجه. مش عالم في علم الغيب، ولكن لا حول الله يا رب. العيلة بينة، هي تعبانة. هو هي عايزاك ممرض. انا ابقى ممرض، ايه المشكلة؟ اكني ممرض باجر. سعاد ما وافقتش، انا كمان برضو مش موافقه يا احمد. ها انت حر. وش فقر زي اختك يا شمس. اخوك شكله جه. اتفضلي يا عروسه، اتفضلي. الرحمن الرحيم. الحقي. ازيكم يا بنات؟ رحبوا بالعروسه. انت عملتها برضو يا احمد؟ انتوا مالكم زعلانين ليه كده؟ لا لا مش زعلانين ولا حاجه. في ايه يا احمد؟ بص طبعا انا قلت طبعا العروسه يعني ما ينفعش كده الناس تقول ايه ان انا اخش عندها في شقتها، فقلت يعني نقعد معاكم كده اول اسبوع كده. وانت رضيتي يعني انت تتجوزي شاب صغير يعني لسه ما دخلش دنيا يعني؟ يا ام اسلام، هما ليه بيقولوا لك يا ام اسلام عينك ما لو انا اتجوزتيش؟ جايه بتهيالي عايزه ابقى اختكم الكبيره. اختنا. اسلام دوت ابن اختي. يعني انت ما عندكيش اولاد اصلا؟ لا. فبينادولك باسمه ابن اختك باسم يعني؟ ابن أختي. طب وانت ترضي تتجوزي شاب لسه ما دخلش دنيا؟ لسه صغيره عليك يا على ام فكره اللي انتوا ما اسلام. تعرفوش هو مش بالسن بس، احمد طيب وغلبان ويستاهل كل خير. كفايه انه هيحافظ عليا. يحافظ عليك. ايوه ايوه. يا ريت لسه اتمنى صغيرة ان انتوا ولا إيه؟ تعملوني اختكم الكبيره. لا انت مش اختنا، هتبقي امنا بقى. اختنا ايه بقى؟ انت نورتينا. اللي انتوا ما تعرفوش يا جماعه ان انا مريضه قلب ومريضه السكر، فانا خايفه اجرى لي حاجه لوحدي. فعشان كده احمد الله يستره دنيا واخره يا رب. طولة العمر ليكي. ربنا يديك الصحه. خفت يجرى لي حاجه لوحدي في شقتي ولا يحصل لي حاجه، عشان كده انا نقيت احمد من دون عن الف اي سلامه حد. عليك يا ام اسلام. اللي ألف ابقى سلامة عليك. معاكم. هي نفسها تكون ليها عيله وتكون في وسط عيله، وطبعا انتوا برضو يعني عيلتها بقى. محرومه من الاهل؟ لا احنا اهل. احنا معتبريننا اهلك. يا تعالي نقوم نعمل اي حاجه يشربوها يا شموسه. اعمل لهم حاضر. منوره الدنيا كلها. هو في ايه يا احمد؟ مفيش اي حاجه، بس هم الموضوع بالنسبه لهم يعني خطفهم كده يعني. انا حاسه بس ان هم متضايقين مني. ولا متضايقين ولا اي حاجه، بالعكس هم مبسوطين قوي وفرحانين. انت مش شايفاهم يعني فرحانين ازاي؟ ما تخضوش يعني الخضه اللي هو قالوا لي ازاي وبتعمل كده ازاي، وبعدين احنا اتجوزنا ما عملناش حاجه غلط. والله يا احمد لوش الظروف اللي انا فيها ديت انا فعلا ما كنتش فكرت في حاجه زي كده، بس انا خفت الوحده وحشه. اكيد طبعا الوحده مميته، وبعدين انت هتاخدي بحسنا واحنا ناخد بحسك ونبقى عيله واحده. ما يا ريت اخواتك تفهم حاجه زي كده يا احمد، دي انسانيه منك ليا. هيفهموا لما يعاشروكي. هم الاول كانوا بيتعاملوا معاكي على انك جاره، دلوقتي انت مرات اخوها، فهيتعاملوا معاكي معامله مختلفه. اتمنى يا احمد بجد ان اخواتك يحبوني. هيحبوكي
عايز اقول لك بقى ان انت نورت البيت المتواضع بتاعنا دوت. لا ما شاء الله بيتك جميل يا احمد والله. تعالي بقى افرجك على البيت واوريك الاوضه بتاعتك. ماشي يا أحمد. الله ينور يا شموسه. ايوه كده. ايوه كده والله. هفضل اخدم، واختك عماله تعمل اكل، ومراتك الست هانم اكل ومرعى وقله صنعه، ولا جنيه بيهون عليها تطلعه وتصرفه في البيت. يا بنت اصبري بقى على رزقك. عدى كام شهر بقى على النيله اللي انت عملتها. عندك حق يا بنت يا شمس، انا قلت شهر 2 3 بالكتير. أيوة. وتتكل على الله وناخد القرشين اللي معاها. على اساس ان انت عالم في علم الغيب حاجه. انا قلت لك وما سمعتش كلام انا واختك. قلت لك بلاش الجوازه دي. لا، هتجوزها شهرين 3 وتتكل على الله، واجهزكم ان شاء الله عننا ما تجهزنا. انا مش قادر اقول لك ال5 شهور اللي عدوا دول عدوا على قلبي ازاي، بس مستحمل. بقول ياض اصبر اصبر عشان القرشين الحلوين اللي هيطلعوا منها. انا ما برضاش اخد منها اي فلوس اليومين دول، محسسها ان انا قلبي عليها قوي، وان انا اللي هصرف عليها. والقرشين اللي انت محوشهم هنخلصهم عليها، وهي هانم برنسيسه نايمه لنا. انا قلت لك اسمع الكلام، بلاش الجوازه دي بلاش. خلينا كده شغالين خدامين عندها. طب وانت انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اموتها انا يعني؟ لا، انت هتغضب ربنا كده، ما ينفعش. طب ما هو ليه طيب؟ ما انت عماله تأنبي فيا تخليني اخش اموتها، احط الخد على وشها اموتها. لا ليه كده؟ انت هتروح في 60 داهيه بلا ايه. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، بس انا بقول لك انت المفروض كنت سمعت كلامنا. الغلط عندك انت، وانا اختك عماله تعمل اكل وانا بروق البيت. هنعمل اكتر من كده؟ نصبر شويه نصبر شويه يا شمس، يمكن السر الالهي يطلع. ان شاء الله في الاحلام. خش اشوفها بتعمل ايه بقى عشان صوتنا بقى ما يطلعش. الروح. انا قلت لك يا احمد بلاش الجوازه النيله دي، واحده اكبر منك. ما اشوف سعاد خلصت الاكل ولا لسه. يا رجلي يا بنات، يا شمس يا سعاد. نادي علينا ليه؟ في ايه؟ والنبي يا بنتي ما تجيبي لي المرهم ودعكي لي رجليا، وانت يا شمس هاتي لي حله سخنه كده احط رجلي فيها. ليه يا اختي؟ هو حد قال لك علينا ان احنا ممرضين؟ هي الشمس ما تحكي لها رجلها وهاتي لها ميه سخنه. لا والله. ليه؟ مين حد قال لك علينا ان انا جايه ممرضه عشان والله اعالجها؟ ده احنا بنبقى عايزين اللي يدعك لنا رجلنا ويعمل والله يا اختي. يا بنتي بقول انت لك إيه يا روحك حجوجة كبيره. انت يا حجوجه انت خفه عومي، وانت مفكره اخويا متجوزك حبا فيكي؟ ده متجوزك عشان فلوسك. هتقولي لي مرغب؟ شمس فلوس ايه يا شمس؟ هي دي الحقيقه. احنا مش عمال ناكل ونشرب وعايزانا في الاخر نعمل لها رجلها ان شاء الله رجلها تتكسر. ما بصراحه يا احمد بقى لحد رجلها وخلاص. ما ايه ده القرف ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوا انتوا الاثنين دوت؟ اللي انت سمعتيه يا حبيبتي. فلوس ايه يا احمد؟ ما تصدقيش الكلام ده بيهزروا معاك. اصلا احنا على وش جواز. وهو مش معاه ان هو يجهزنا، فقال ان هو يتجوزك ومنها يعني نخدمك وناخد فلوسك وياخد عادي. فلوسك ويجهزنا. فلوس مين يا بنتي وانا معايا فلوس؟ هو انا حلت فلوس؟ امال ايه يا امي؟ الشقه اللي انا قاعده فيها مأجراها. يا ليه ويا شمس ده؟ ايه ده؟ اشرب يا احمد. امال الفلوس المعاش اللي بتاخديها دي كلها بتوديها فين؟ المعاش يا حبيبي انا حاجزه تربه النفس اللي ما عرفتش اعمله في الدنيا عاملاه في اخرتي. انتوا بقى كده كان جواز طمع ده بقى ولا ايه يا عم احمد يا اللي عملت طبعا ايه يا حاجه من جمالك اصل عشان يطمع فيكي؟ انت في ايه؟ ده لو انت عملت خير فيا وقعدتني مع اخواتك ويونسوني. احنا كنا عاصرين على نفسنا ليمونه عشان نستحملها. والله بطل خير. لا بقى اختي معايا في نفس البيت والله ما مستحملها. وحقيقي خير ما ايه؟ واحده قد اخوكي امه. داخل يا شمس هاتي طب اخوكي. اقعد لا بقول لكم ايه، انا نازله شقتي. سلام عليكم، ابقى ابعت لي ورقتي يا احمد. يا وليه يا قرشانه الحق الوليه ادتنا البومبه. جاتك وكسه توكسها. انا قلت لك ما تعملش كده. شفتي؟ معاها فلوس وهاخد فلوسها وهتموت وجهزها. اشرب يا احمد. اجت الحزينه تفرح. مولد بلا حمص كده. ده هي اللي عايزه حد يصرف عليه. والقرشين اللي احنا كنا محوشينهم صرفوا عليها. اتصرفوا. ده انا عارف انها بتاخد معاش قد كده وفي الاخر بتقول لك ده انا بدفعه التربه. مين اللي ضحك عليك وقال بقول لك لك ان ايه تاخد يا معاش قد احمد؟ كده؟ ده اخرة الطمع يا حبيب قلب اختك، ويا فرحة قلبنا اخونا اتجوز واحده قد اكبر من امنا كمان. انا بسمع كلام في الشارع ما حدش يسمعه، ومع ذلك بقول يلا كله عشان الفلوس. فلوس؟ انتوا فرحانين في اخوكم؟ احنا انا مش عن فرحانين. نفسي فرحانه فيه. وانا فرحانه، بس انت اخويا ومش هقدر ان انا ازعلك. بس يا حبيب قلبي قلت لك الطمع اخره حاجه وحشه، وانت دخلت
صرفت فلوسنا اللي احنا كنا محوشينها وخلتنا نخدم اللي يسوى ولا ما يسواش. حرام عليك يا اخي، اتقي الله في نفسك ثم اخواتك. حرام عليك. انا ما عادش في كلام اقوله لك. روح شوف لنا واحده كركوبه. يا لهوي اجت الحزينه تفرح ما لقتش لها مطرح. اعمل ايه؟ افضل اولول عليك كده؟ اعمل ايه بقى؟ قول لي. ايه يعني القرشين اللي كانوا ساطريننا اتصرفوا على الحاجه. تصرفهم في مصلحة. قلت لو دخلت مشروع اخسر فيه، قلت المشروع ده كسبان. كسبان ايه يا ابني؟ انت مش عارف رجلها والقبر وجت زي ما يكون انت اديتها جرعه حياه يا حبيبي، فضلت ماسكه في الدنيا. كفايه اللي انا فيها شمس. انا هغور من خلاص وشك. بص، خلاص مش قادر اتكلم، حتى الحروف صارت مني. يا نهار ابيض عليا. خليك ادي وصلت نفسك، خليت اخواتك البنات يضحكوا عليك عشان انت انسان طماع. عشان انت انسان طماع.